أنا طالبة عندي 22 سنة. طول عمري كنت شايفة إن جمالي هو أقوى حاجة فيا. كنت بسمع كلام الناس، انتي شبه الموديلز، وشك ملاك، عيونك تخطف. وكنت بحب ألبس، أتصور وأنزل صور على الانستجرام، واللايكات كانت بتحسسني إني مميزة. في يوم وأنا راجع بالعربية من مناسبة حصل حادث. العربية خبطت جامد والإزاز اتكسر في وشي، والنار لمستني. فقت بعدها في المستشفى، والمراية كانت عدوي. وشي اتشوه، أثار حروق، تغير في ملامحي، والناس بقت تبصلي بنظرات شفقة وخوف. كنت ببكي كل يوم، كنت بقول ليه يا رب أنا عملت إيه؟ وكنت بكره أي صورة قديمة ليا، كنت بكره حتى اسمي. بس في لحظة شفت بنت صغيرة في المستشفى، وشها كله حروق وبتضحك. سألتها انت مش زعلانة؟ قالت لي انا جميلة، ماما بتقولي كده. وقتها بدأت افكر، طب لو هي شايفة نفسها جميلة وانا مش شايفة؟ بدأت اشتغل على روحي واعالج اللي جوايا قبل اللي بره. دخلت جمعيات بتساعد مصابي الحروق، وابتديت اساعد غيري. النهاردة بقيت فخورة بكل علامة في وشي، لأنها شهادة على حرب كسبتها. والجمال الحقيقي مش في المراية، في القلب وفي الشجاعة، والجمال هو الجمال الداخلي. دي قصة لواحدة يعني كانت واحدة جميلة وعلى قدر عالي من الجمال. شاءت الأقدار إنها تتعرض لحادثة. طبعا الحادثة ما كانش بسيطة. وشها اتشوه، اتعرضت لحروق. طبعا هي يعني أي حاجة في الحياة غير دايمة. يعني حتى الجمال، حتى الشكل، حتى الصحة، ما دام غير وجه الله. أي حاجة في الحياة يا جماعة لا تدوم. حاجة معاك النهاردة ما تضمنش وجودها بكرة. حاجة مستمرة معاك النهاردة ما تعرفش تستمر لبكرة ولا لأ. فطبعا دايما وأبدا بنقول الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. يعني والله أنا أحب أقولك أنت شكلك كده يعني إنسانة قوية، ويعني إن شاء الله هتقدري تكملي، وإن شاء الله هترجعي زي الأول. وكل ده ليه علاج، إن شاء الله هتخفي. يعني أنا عارف إن في تشوهات أو آثار بتظل، بس إن شاء الله مع الأيام الآثار دي هتخف حتى أقل ما يكون. وقربي من ربنا. يعني أنت الحمد لله إنك ما زلتي على قيد الحياة، عندك إمكانية يعني تعيشي وتصلحي علاقتك وتغيري علاقتك ما بينك وبين ربنا، تخلي علاقتك أحسن. وانت حتى بتقولي انك كنت شايفة نفسك جميلة، وكنت شايفة انك الناس بتقولك شبه الموديلز. يعني انت ما شاء الله كان عندك نعمة كبيرة، ودلوقتي النعمة ممكن راحت. فده اختبار وده ابتلاء. بالعكس انت قربي من ربنا، ومع النفسية ومع العلاج ان شاء الله ترجع احسن من الاول. هي الحياة كلها كده، انت النهاردة على حال، بكرة على حال. لا تعرفي دوام الحال من المحال. الحياة كده متغيرة، الحياة ليست ثابتة. فانت يعني قرب من ربنا، صلي، اقري قرآن، وقوي نفسك، وحاول انك ان شاء الله تستمري على العلاج. وان شاء الله بإذن الله تعالى ترجع احسن من الاول. وإن شاء الله يعني هندعي لك، وإن شاء الله المتابعين يدعوا لك بالشفاء العاجل، وندعي إن شاء الله بالشفاء لكل مريض. ويعني أنا منتظر المتابعين وآراء المتابعين ودعم المتابعين. وأي حد عنده قصة، عنده مشكلة، أنا هسيب رقمي في الوصف، وأنا تحت أمر الجميع. كان معكم أخوكم عبد الرحمن. إلى اللقاء.